غادي نشوفوا واحد الطول اللي بعيد علينا كاين من الناحيه الاخرى، وحنا باقيين في الموضوع وجالسين كنناقشوا هادشي اللي واقع لنا. واحد شويه غادي نحسوا بواحد الحجره جات في واحد السرجب لابس واحد الكومبلي اللي في الكحل كامل، الملامح ديالو ما كيبانوش. السلام عليكم خوتي خواتاتي متابعي قناتنا. اليوم جبت لكم واحد القصه زوينه بزاف مرعبه في نفس الوقت. اليوم غادي نتحدثوا على قصه مستشفى ابن صميم، من اكبر المستشفيات على الصعيد الافريقي انذاك. مستشفى اللي كان كيضم بزاف ديال العدد ديال الغرف، واللي كتروى عليه بزاف ديال الحكايات. اذا كيفاش تبناو هذا المستشفى، وشنو الغرض من هذا المستشفى اللي تبنى انذاك، وعلاش تم التوقف او التخلي على هذا المستشفى هذا. اذا كان كيعجبك هذا المحتوى ديال القصص المرعبه وعالم ديال الجن او العالم الاخر، فما تنساش انك تخلينا واحد الاشتراك في القناه وواحد لايك وبارطاجي مع صحابك، وخلينا واحد الكومونتير لتحت الا فايت وقعت لك شي حاجه مع الجن او لا مع العالم الاخر. اذا نبداو على بركه الله. مستشفى ابن صميم من اكبر المستشفيات الموجوده على الصعيد الافريقي. كان ديك الساعه كيضم 400 غرفه، وكان كيشرف عليه 4 أطباء مختصين وطبيب ماجور، وكان فيه آنذاك 32 ممرض وممرضة. هذا المستشفى تبنى سنة 1948، وغادي تبدأ العمل به سنة 1954. فعلا هذا المستشفى هذا كانت عنده واحد القصة حتى تبنى في ديك البلاصة اللي جاية وسط الغابة. كان واحد المواطن فرنسي كان مريض بداء السل، بحيث ان الاطباء قالوا له ان الدواء ديالك ما عندوش علاج، فنصحوا الاطباء انه خصو يخرج من المدينه باش ما يعاديش الناس اخرين. فعلا هذا المواطن الفرنسي غادي يهز حوايجو وغادي يمشي لقريه ابن صميم. غادي يبقى تما واحد المده اللي ماشي طويله. وبقى يشرب المنابع ديال ديك البلاصه. وفعلا بعد مرور ايام غادي يحس براسو انه بدا كيتعافى. فمن بعد ما رجع للطبيب وحكى ليه هذا الشيء، ف بعد هاد الواقعه قرروا انهم يبنيو المستشفى في ذاك المكان. فعلا تبنى في سنه 1948، وبدات الخدمه فيه او العمل في سنه 1954، وغادي توقف مباشره في سنة 1973. والسبب الرئيسي باش توقف داك المستشفى ان داك المستشفى داروه باش يتم علاج ديال الامراض الصدريه من هذا السل اللي كنت كتعالج بالشمس وداك الهواء النقي اللي موجود في ديك البلاصه. مور هذا الشيء غادي يكتشفوا الدواء ديال داك السل، الدواء اللي فعال بزاف، احسن من هذا الشيء تبقى عند الشمس ولا تشم الهواء. فعلا غادي يتخلاو على هذا المستشفى اللي ما بقاتش عنده قيمه او لا الفعاليه من بعد ما اكتشفوا هذا الدواء. ومن بعد هاد الاعوام وهو مسدود وما كيدخل ليه حتى شي واحد. وكتروى قصص من عند الساكنه ديال داك المستشفى او لا الساكنه ديال ديك المنطقه ان داك المستشفى مسكون وفيه الجن. فعلا نضوا بزاف ديال الدراري ودخلوا ليه، وكل واحد شنو كان كيقول انه فيه الجن، كل واحد شنو كان تيقول. ودابا غادي نعاود لكم واحد القصه صرات مع واحد 3 ديال الدراري في هذا المستشفى. فعلا 3 ديال الدراري ولاد المنطقه سمعوا ان داك المستشفى فيه الارواح والجن وداك الشيء. المهم قرروا انهم يدخلوا ليه بالليل وغادي باش يكتشفوا شنو فيه، وواش بصح واش فيه الارواح ولا غير تلقينا. فعلا غادي ينوضوا 3 ديال الشبان، احمد وعلي ومصطفى. احمد هو اللي قال له البلان. فعلا الدراري صحاب 3 اتفقوا انه يمشي نهار فلان فلاني. وفعلا في ذاك النهار غادي يمشيو مع ديك 7 ديال العشيه، وغادي يجمعوا حوايجهم وغادي يمشيو على نيه انهم غادي يجلسوا الليل كامل في ذاك المستشفى وغادي يشوفوا شنو غادي يوقع لهم. فعلا دخلوا لذاك المستشفى، بقاو طالعين تما كيكتشفوا المكان. ديك الساعه كانت يلا فات المغرب، يعني مازال الحال. فاقترح عليهم صاحبهم احمد انهم يطلعوا للسطح وينتظروا حتى ل 12 ديال الليل او الواحد، عادي يهبطوا عند المستشفى ويقلبوا فيه ويشوفوا شنو فيه، واش فيه الارواح ولا غير كذوب. فعلا جلسوا حتى لديك 12 ونص ديال الليل وغادي يهبطوا عندهم الضوايات وداك الشيء. المهم الدراري حتى هما دايرين بحساب هاد المغامره هادي. فعلا غادي يدخلوا تما وغادي يهبطوا وغادي يبقاو يقلبوا. فعلا غادي يلقاو بزاف ديال الحوايج في داك المستشفى، شي اوراق راجعه لسنه 1960 ومهم لذاك العهد. فعلا غادي يبقاو يقلبوا وغاديين كلشي بخير. واحد شويه
نزلوا للطابق الرابع. هذا المستشفى فيه 5 طوابق. فاش غادي ننزلوا للطابق الرابع، هنا فين غتكون واحد الصدمه. كيقول احمد وحنا نازلين من الطابق الخامس للطابق الرابع، فعلا غادي نشوفوا واحد الضوء اللي بعيد علينا كاين من الناحيه الاخرى، وكنشوفوه وجالس كيلمع داك الضوء. فعلا هادشي جانا غريب، وعرفنا ان شي حاجه ماشي حتى تما. فعلا بقينا كنضويو الضوء، ولكن داكشي مجهد على الضوء، ما تيبانش مزيان. غادي نقرروا اننا نتجهوا عند الضوء، غادي نعرفوا شنو هادشي. فعلا بقينا كنكحزوا عند داك الضوء، واحد شويه بدا كيختفي داك الضوء تدريجيا. واحد شويه غادي نشوفوا قدامنا طفل اللي صغير، راسو كبير، اولا كيف ما كنقولوا راسو ديال راس راجل كبير. والجسد ديالو صغير. فعلا هادشي فاش شفنا هذا المنظر طرعبنا ديال بصح. بقينا هباطين، والدراري كيقراو القران، وكاين اللي كيقرا المعوذتين. فعلا هبطنا للطبق الثالث وحنا مرعوبين. واحد شويه وحنا نشوفو دايز قدامنا واحد القط اللي كحل، قط ماشي قط عادي، قط عنده النياب كبار، وكيشوف فينا بنظرات اللي مرعبه ومرعبه بزاف. فعلا شفنا داكشي وعرفنا انه 100% هاد البلاصه راها مسكونه. وتما غادي نقرروا اننا نزيدو نهبطوا للطبق الثاني والاول باش نمشيو بحالنا، لان هادشي اللي كيوقع لنا هنا راه 100% هاد المستشفى راه مسكون. هبطنا للطبق الثالث والدراري مرعوبين وجالسين كيهضروا في هادشي اللي وقع ليهم. فعلا الدراري كل واحد كيقول النظريه ديالو، وحنا باقيين في الموضوع وجالسين كنناقشوا هادشي اللي واقع لنا. واحد شويه غادي نحسوا بواحد الحجره جات في واحد السرج من تمايا وغادي تهرس بالكامل. فعلا الدراري طلعوا بزاف، لان ديك البلاصه ما فيها حتى واحد، وجايه في الجبل وفي الغابه، وسط الغابه. فهادشي اللي كيوقع مرعب بزاف. فعلا الدراري تخباو وبقاو كيتصنتوا وجلسوا في واحد القنيته تما، وجالسين كيتصنتوا كما يجيهم شي واحد ولا شي حاجه، لان داكشي اللي كيوقع لهم تما شي حاجه اللي مرعبه بزاف. واحد شويه هو يقترح عليهم الصديق ديالهم مصطفى انهم ينزلوا للدور الاول اولا الطابق الاول باش يمشيو للباب الرئيسي ويسلتوا من هاد البلاصه هادي، حيت هادشي اللي كيوقع معاهم مرعب ومرعب ديال بصح. فعلا نزلوا في الدروج ديال باش يوصلوا للطابق الاول، وكيف ما قال احمد انهم هما نازلين عند الطابق الاول بداو كيسمعوا شي اصوات ديال الدراري الصغار، اصوات ديال الضحكات، اصوات ديال شي واحد كيبكي. يعني الاصوات مرعبه، واحد الاصوات اللي مختلطه بزاف. فعلا فاش سمعوا هادشي زاد طرعوا بزاف وبداو كيسربيو باش يوصلوا للطابق الاول ويمشيو على الباب الرئيسي ويخرجوا من ديك البلاصه. فعلا فاش وصلوا للطابق الرئيسي وكيتفاجئوا بواحد الحاجه اللي مرعبه بزاف. واحد الراجل واقف قدامهم وبعيد عليهم، جاي بيناتهم وبين داك الباب الرئيسي ديال المستشفى. فعلا واحد الراجل اللي طويل بزاف، لابس واحد الكومبلي اللي في الكحل كامل، الملامح ديالو ما كيبانوش، عينيه خضر. فعلا واحد المنظر اللي مرعب بزاف. داك الطول ديال داك الرجل اولا داك الكيان طول اللي في 2 متر. فعلا ماشي انسان عادي. بقاو تيشوف فيه وداك الشخص او داك الكيان بيشوف فيهم بواحد النظرات اللي مرعبه بزاف. واقف في ديك البلاصه وما كيتحركش، مكتفي انه كيشوف فيهم. واحد شويه وي يجرهم صاحبهم احمد، جرهم ومشاو كيهربوا عند الباب الرئيسي. فعلا وصلوا للباب الرئيسي وبقاو هاربين حتى وصلوا لدارهم. بعد ما وصلوا الاهل ديالهم حكاو لهم القصه وشنو وقع لهم في ديك البلاصه وفي المستشفى ابن صميم. فعلا الاهل ديالهم بخوهم على هذا الشيء اللي داروا، لان هذا المستشفى راه مهجور وما كانش عليهم يجوا ديك البلاصه. ولا غد ليه مشاو الاهل ديالهم جابوا واحد الشخص اولا واحد الراقي وبدا لهم الحصص ديال الرقيه الشرعيه. فعلا دوك الدراري ما كان كيبان فيهم والو، ولكن قال لهم الراقي انهم الدراري بثلاثه تمسوا بمس شيطاني وما كانش عليهم انهم يمشيو لديك البلاصه اللي مهجوره. والحمد لله انهم فاش خرجوا سالمين من ديك البلاصه، لان كاع اللي كيطيح في دوك المواقف فالاكثريه كاين اللي كيحماق، كاين اللي كيوقع عليه بزاف ديال الحوايج.
اذا خوتي هذه القصه ديالنا ديال هذا النهار، الى عجبتكم والى وقعت لكم شي قصه بحال هكا، شي قصه اللي في شي دار مهجوره ولا مع العالم الاخر، ما تنسوش انكم تحطوها لنا في لي كومونتير. غادي نجمعوا واحد ديال القصص وغنديروا عليهم حلقه خاصه. اذا اذا كنتي كيعجبك هذا المحتوى، خلي لنا واحد لايك واشترك معنا في القناه. اذا بيس ليكم خوتي.